صباح الفل يا شباب. داخله فريده، ظباط قناه اهو، شغل وعاملين. النهارده في البدايه كده انا ورايا كام حاجه عايز اعملها. الاول عايزين نروح نغسل السكوتر اللي ورايا ده. السكوتر ده بتاعي على فكره، بس ما بيطلعش معايا في الفيديوهات، واقول لكم ليه النهارده، عشان في النهارده موضوع عايز احكيكم فيه، موضوع مهم جدا. فجينا النهارده هنروح نغسل السكوتر، لان اليومين اللي فات دول كانوا كلهم مطر وتراب وميه وطينه، فالسكوتر يعني كل حاجه فيها مطينه. البلاستيك الاسود ما عادش لونه اسود، والكرسي اللي هو المفروض يبقى نظيف ما عادش نظيف. حتى المرايات ما بقتش بتعرض العربيه، بقت بتعرض طشاش المطر مع شويه فيروز بقى. يا سلام. من غير كلام كتير، عايزين نروح نغسله، بس قبل ما نروح نغسله عايزين نفوله، لان هو ما فيهوش بنزين برضه. فدي مشكله تانية. المشكله ان انا كل مره بسيب التانك بيبقى فيه مثلا شرطه شرطتين، اقول لا نروح نجيب حاجه ونيجي، ما اروحش البنزينه. ليه بقى؟ لان انا البنزينه يعني على بعد ربع ساعه ايه من بيتي، فده حوار ايه بيسحلني شويه، فبكسل ان انا اروح البنزينه، او ربع او 10 دقايق كده بقول لا خليها. على العموم احنا هنتجه دلوقتي وربنا يستر. من اكتر الحاجات اللي بحبها جدا، يعني انا دلوقتي معايا سكوتر، ان شاء الله في المستقبل لو معايا عربيه او اي حاجه، لو انا عندي مثلا عربيه وسكوتر، اكتر احساس بحس ان هو عملت ريكفري. انا عملت ريكفري من جواه لما اغسله وافوله. يا سلام. حاسس كده اللي هو بيبص لي بيقول لي يلا اسكندريه انا وفاهم، فاللي هو ايه، بحس ان انا فوقت كده، مش عارف ليه، بحس ان انا عملت ريفريش، بحب انزل عليه. فنروح نحط له دلوقتي بنزين، يلا بينا. جينا المغسله، اكتشفت حاجه بقى، في عربيتين لسه ورا وكده. شفت يا جدعان لما غسل العربيات دي، احسن وقت تشتغل فيه في الشتاء في المطر. فسبوبه حلوه، عارف انت لو تنزل لك كده تفتح لك مغسله في الشتاء وتقفلها في الصيف، والله العظيم تعمل احلى شغل. حد سالني حط يتغسل هناك كده ورا الشجر، وباجي اقعد هنا اشرب الشاي وقهوتي، يكون هو خلص. عايز تتصور معايا؟ تعال عايز تتصور معايا اهو، الراجل ده عايز يتصور معانا، صورتك اهو حبيب قلبي. انت كده على النت خلاص، لايف صوت وصوره، صوت وصوره. لا ده هو يوتيوبر اصلا مشهور. اه يا عم خلاص، يوتيوبر انت يعني. اه يا عم يوتيوبر. يا جدعان القهوه دي هي اصلا يعني فاتحه في الجنينه، بس بقى بالليل بقى المكان الساحه ده كلها بتبقى كراسي لغايه هناك، وفي هنا لمط فوق وبتاع، بقى فايب حلو قوي. قهوه في الجنينه، عمرك شفت كده قبل كده؟ والله العظيم مهتمين بينا جدا. نقعد بقى نشرب القهوه بقى. امال ما يكون يا جدعان السكوتر خلاص هو اتغسل وهو بينشف، انا طالب اكل. يا جدعان بعد قعده مطوله احمد جه وهناكل اكله حلوه كده، كريبات وبتاع من المحل عندنا في المنطقه، بس جامد برضه. انت يا ابني بتطلع في الاكل اللي في المنطقه، خد بالك، طلعت في اشرف دلوقتي بتطلع في ريجو، ودي محلات عالم في المنطقه. يا نهار ابيض. قاعده فيها فلوس، يعني قاعده فيها اكل. هنعمل بقى ايه؟ انما ناكل الكريب كده، وانا من محبين الكريب الصراحه. تعالي بقى كهرباء كلب على المخ. ورق المونيوم طبعا ده عشان السخونيه، مش محتاجين نتكلم كتير. يا اسطى هتيجي ورانا يا اسطى، ما تقرفنيش يا اسطى، مش كل مره كده. ايه يا اسطى؟ ما انا ايه المشكله يا عم؟ مش هتاكلك. Senses teach you what is sweet in life. If fear blinds you. عارفين انا في انهي فتره من السنه؟ اقول لك، انا عارف الفاينل في كده قبليه بيبقى فيه اسبوعين كده، وساعات يسيبوك 3 اسابيع فاضيين، الجامعه موقفه دراسه، يعني مفيش مروح مفيش غياب مفيش اي حاجه، ممكن بس تروح تسال على حاجه، لو عايز تسال تلاقي دكتور او معيد يجاوبك على سؤالك، لكن كشرح كمحاضرات مفيش محتوى علمي. انا حاليا في قلب الفتره دي، عندي كمان اسبوعين اول امتحان فاينل، مش عارف ماده ايه والله، ما اعرفش اصلا، مش متابع الجدول، واخلص بعدها بشهر. انا بقى في الفتره دي بقى، انا كل سنه وكل مره بعمل نفس الحاجه. ايه هي بقى؟ دماغي بقى بتجيب لي كل الحاجات اللي انا كنت مأجلها ومكسل اعملها، عمال اقول اعملها بس قدام. اعملها بقى، اعملها. عندك فاينل انساه، اجله بقى. المهم اللي هو ممكن يعني نتلسع فيه ده، نتلسع فيه نروح في 60 داهيه فيه. فمثلا رحت النهارده لسكوتر كان عايز يتغسل بقاله حبه، شالته النهارده. انا بقالي في الجيم، يعني عايز اقول ان انا منقطع بقالي مثلا مشترك مثلا. انا اخر مره اشتركت في الجيم اشتراك 6 شهور. في الحقيقه رحت كام شهر؟
تقريبا رحت شهر او شهرين. كل مره بعمل نفس الغلطه برضه. واحد الحمد لله بيبتدي بقى يحط ايده بقى على الحاجات اللي ايه الثغرات بقى جامد، ويعرف ان هو كل مره بيكررها عشان خلاص يبتدي بقى يعرف ان هو كفايه كده. اشترك 6 شهور بروح شهر او شهرين. فانا حاليا الاشتراك الجيم ان شاء الله يخلص كمان شهرين. رحت منهم شهر او شهر ونص، وفي شهر ونص طار. فطلبت معايا بقى في الاسبوعين الفاضيين دول انزل بقى الجيم اللي انا كنت موقفه من اول ما ابتديت اشترك امتحانات بدايه الدراسه. دلوقتي بقى ارجع بقى للجيم بقى والصحه. بكره هتطلب معاه مثلا ايه، او لو مثلا إيه في يعني في حته عندنا في الشارع عايز تدينا ادينا وهكذا بقى، فاهم؟ دماغي بقى بتعلى لفوق. بس في الحقيقه في الفتره دي كل سنه بنجز انجازات ما تنجزش. يعني ممكن انا نفسي خلصت حاجات انا كنت ماجلها كتير، هو انجاز حلو بس مش في وقته. اخد الاجازه بقى واقول هكسر الدنيا وهتذاكر واتعلم، ما اعملش اي حاجه. فخدوا بالكم يا جماعه، خدوا بالكم من النقطه دي. اعتقد ان هو ممكن يكون بيحصل مع ناس كتير يعني. يا جدعان ميه عملتها معانا ونطرت وقلبت اجواء اوروبيه كده. بس ده ممكن تجيب يعني ممكن يبقى اخوانا الكاميرا لسه واقعه من شويه، ففي حاجه كده فيها اتنت لان هي فيها جيمبل ما كانتش قادره تشتغل، كان فيها مشكله. لسه مشغلها حاله، مبسوط جدا على فكره لان انا بحبها فشخ بقى والله، وشالتني كتير جدا. فانا فرحان الحمد لله. الواحد كان بيفكر ابجريد يجيب كاميرا اعلى، فالابجريد كله كان هيتلغي، وكنت عمال افكر كل ده هيتلغي، بس دلوقتي خلاص يعني لسه في الحمد لله مبسوط والله الحمد لله. الحمد لله ده نعمه من عند ربنا. دخلت اتمرنت لسه خارج والدنيا لسه بتنط، مش عارف والله اللي عملوا واقفين قدام الجيم اهو، بس يعني ايه بعيد عن المطر كده عشان نعرف نتكلم. هدوء تام. انا بلعب رياضه، الدنيا طبعا بتنطر بس احنا جينا هنا تحت عمود نور عشان شكلي هقفل الفيديو، بس احب اوجه رساله قبل ما اقفل. العبوا رياضه يا جماعه، الرياضه حلوه قوي والله. شوف انا كنت منقطع قد ايه، ما نزلت النهارده يمكن هي ساعه في اليوم، بس هتفرق جدا لصحتك، وهتفرق جدا لما يجي يوم وتخلف ولاد تفضل لسه بتلعب رياضه، هتعرف تلعبهم وهتعرف تجري معاهم. الصحه يا جماعه، الصحه يعني اهم من الشغل واهم من 100,000 حاجه، استثمروا فيها بس. ولغايه هنا هنقدر نقول سلام، اشوفكم ان شاء الله في دوكيومنتري جديد وفلوج جديد. سلام.